ازاي انك تقدر تسيطر على بني ادم وتغيره للحاجة اللي انت عايزها في اسرع وقت وباسهل طريقة. بس اسمع كلامي للاخر. بص يا سيدي، كان في المنظمة دي بتدرس سلوك البني ادم البشري. جابوا شخصين اتنين، واحد محترف في كرة السلة والتاني عمره في حياته ما لعب كرة سلة، وادوا لكل بني ادم منهم 10 كور يرميها في الباسكت. اول واحد المحترف جاب 9 من اصل 10، والتاني للاسف جاب 0 من اصل 10 ولا واحدة. وقرروا ان هم يحطوا عصبة على اعينهم الاتنين ويدوا لكل بني ادم منهم كورتين 2 يرميهم في الباسكت. وقفوا ناس حوالين اللي ما دخلش ولا كرة قبل كده، يعني يقولوا له كلام ايجابي، واما يرمي الكوره وكورتين ما دخلوش يقنعوه انه هو دخلهم. الله، انت دخلتهم في الباسكت، انت رائع. وقفوا جنب الشخص المحترف بالرغم انه دخل واحده وطلع واحده بره، الا ان الناس بدات تقنعه انه غروره ما خلاهوش يدخل ولا واحده، وانه للاسف فقد تركيزه وما دخلش ولا واحده في الباسكت. وهنا شالوا العصبه من على عينيهم ورجعوا يدوا لكل واحد فيهم 10 كور. كانت المفاجاه ان الشخص اللي ما دخلش ولا كرة قبل كده، مع استمرار نفس تأثير الناس اللي وقفوا يدوا له حافز، دخل 5 كور من اصل 10. ولكن الشخص المحترف اللي بيعرف يدخل الكور بالرغم من استمرار الناس اللي موجودة حواليه بتديله يعني جانب نفسي سيء، دخل 6 بس من اصل 10. وهنا الدرس المستفاد ان فعلا الناس اللي حواليك هتقدر تأثر فيك لو سيطرت على عقلك ده. تقدر تغير اي بني ادم موجود حواليك لو قدرت انك تديله طاقة ايجابية بشكل مختلف، لو قدرت انك تقنعه انه يقدر يعمل الحاجة اللي انت عايزها، لو قدرت انك تقنعه ان نجح وانه ما فشلش وانه عمل الحاجة الكويسة وانه بل بالعكس عمل اكتر مما تتوقع. تقدر تسيطر على الناس اللي حواليك بان انت تخش جوه عقلهم وتديهم حافز وتخليهم يتحركوا. ايوه، الكلام بيلين العقل، بس لو الكلام ده سلبي ممكن تكسر بني ادم، ممكن تهدمه، ممكن تخليه يفقد الثقة في نفسه، ممكن تخليه يفقد السيطرة على نفسه. لكن لو عايز تغيره، لو عايز تسيطر عليه، قول له كلام كويس، قول له كلام انه يقدر، قول له كلام انه يعمل، يفشل قدامك واقنعه انه نجح عشان تديله زقة. لان لو انت ما عملتش كده هيسيب الجمل بما حمل ويمشي. صدقوني، السيطرة على بني ادم وتغييره امر سهل جدا، بس انك تنوي انك فعلا تغيره وتبني جواه حاجة كويسة، تقعد جنبه تقنعه انه جميل وانه كويس وانه يقدر وانه لو بذل مجهود يقدر يبقى احسن واحد في الدنيا. وصدقوني والله، اللي بيطلعوا اوائل في الكليات واللي بيطلعوا اوائل في شغلهم، كل ما في الامر ان كان حواليهم ناس بتؤمن بيهم. اؤمن بالناس اللي انت بتحبها، هتغيرها وتسيطر عليها. وصدقني فعلا الزن على الودان امر من السحر، بس الزن بالكلام الحلو اللي يبني البني ادم مش يهدمه.